زهقت من الكنافة والقطايف والبسبوسة؟ تعالي نغير بقى ونعمل أحلى وأجمل وأسهل وصفة بلح الشام في الحياة كلها. هوريكي ازاي تعملي البلح الشام القمر التحفة اللي قدامك ده، لونه ذهبي مقرمش من بره وطري من جوه، خطير خطير. ولا أجدعها محل حلواني، ولا هيشقق منك ولا هيفتح ولا أي حاجة. تحفة جدا 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 فوق الوصف. شايفين؟ انا بوريكم اللي دي القرمشه، هو باين اصلا عليه اللهم بارك، لونه حلو جدا جدا زي بتاع بره واحلى واوفر بكتير جدا جدا. هش جدا جدا، مفرغ من جوه كده وطري وشارب الشربات من بره مقرمش، تحفه. لازم لازم تتفرجي على الفيديو وهوريك ازاي تعمليه بكل سهوله. شايفين ما شاء الله اللهم بارك. كمان هنا انا عملت طبق كده محشي بالقشطه، اللي هي القشطه المعلبه، ممكن تعمليه بالكريمه، تحطي عليها فاكهه مكسرات، ممكن تسيبيه ساده، وده طبعا الطب بتاعه. كليه زي ما انت عايزه، بس بجد الطبق ده هيشرفك قدام عيلتك وقدام ضيوفك وقدام اي حد، مش هيصدقوا ان انت اللي عاملاه. يلا بينا نشوف هنعمل ايه، بس ما تنسيش تصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. هنا هنعمل الشربات الاول. انا هعاير بالكوبايه القمر الكيوت خالص دي، هحط 3 كوبايات من السكر، هحط كمان كوبايه ونص من الميه، ميه عادي جدا من الحنفيه. وهرفع الكسرولة بتاعتي دي على النار، مش هقلبها ولا اي حاجه، واضيف كمان ليمونه شرايح متشال منها البذر. هحطها بقى على النار تغلي كويس جدا، واول ما تغلي هنشوف نعمل ايه. هنا بقى فوق او في حله او في اي حاجه هضيف فيها كوبايتين ونص من الميه العاديه برضو، هضيف كمان تلتين كوبايه من الزيت، واحط كمان معلقه كبيره من السكر وذره كده من الملح. وهسيب بقى المكونات بتاعتي دي تغلي كويس جدا والسكر والملح يدوبوا بالشكل ده. لازم توصل لمرحله البقبقه والغليان دي كويس. هكون مجهزه بقى معايا المواد الجافه، اللي هي عباره عن نص كيلو من الدقيق و3 معالق كبار من النشا، عشان يبقى مقرمش معاكي كده من بره وطري من جوه ويعجب كل الاذواق. هقلب بقى كويس جدا جدا لغايه اما الدقيق يتشرب معايا الميه دي، وما يبقاش في اي تكتلات ولا ظاهر اي حاجه لمعالم الدقيق بالشكل ده. حوالي 5 دقايق كده على النار، على نار هاديه طبعا، وانا بقلب كويس جدا. بس اعملي حاجه تكون سميكه شويه عشان ما تتكسرش معاكي وتديكي افضل نتيجه بالشكل ده. هفضيه بقى في اي طبق كده على جنب، واسيب الخليط بتاعي ده يهدى تماما، انا عايزاه يبرد خالص خالص بالشكل ده. هفرشه كده على الطبق وهسيبه يهدى. خطواته سهلة وبسيطة، ولو ما بتعرفيش تعملي اي حاجة هتعمليه وهيطلع معاكي ناجح 100% ومن اول مرة. هنا الشربات بتاعي غلي بالشكل ده، هضيف بقى حوالي نص معلقة كبيرة كده من عسل الجلوكوز. ممكن تقدري تستغني عنها لو مش متوفرة عندك، بس هي بتمنع ان الشربات يسكر منك. زي ما قلتلك لو مش متوفرة عندك ما تحطيش. وهسيب الشربات بتاعي يغلي معايا من 5 ل10 دقايق بالشكل ده. هنا خلاص بعد ما غلي ال10 دقايق هضيف كده باكت من الفانيليا يدوب غلى ثانية، وهطفي عليه وهنقله في حاجة تانية عشان يبرد واحطه في التلاجة. هنا في العجان بتاعي او على ايدي او في اي حاجة هضيف 6 حبات من البيض. طبعا الكمية دي كبيرة ما شاء الله، يعني عملت ال العدد اللي كان قدامكم في اول الفيديو وقده كمان مرة. يعني انت لو حابة تعملي نص الكمية تعمل معاكي العدد اللي انا وريتهولك في الاول. هنا انا ضفت نص 6 حبات من البيض في الاول، هخلطهم كده مع بعض كويس جدا، واحط عليهم طبعا الفانيليا. طبعا اول مره تشوفوا حد بيعمل الكلام ده، بس عادي مفيش مشكله وما فيهاش اي اختلاف، ومش هتفرق معايا اي حاجه عن الطريقه التانية، بس دي اسهل. انا طبعا حطيت الفانيليا، بس اللقطه دي ما تصورتش، يعني حطيت 3 باكت من الفانيليا. حطيت كمان العجين بتاعي اللي احنا كنا سايبينه يهدى على جنب، حطيت 3/4 كده، وهخفق كويس جدا سواء بالمضرب او في العجان بقى او على ايدك برضو مفيش اي مشكله. يعني لو برضو ما عندكيش عجان تقدري تعمليه عادي بكل سهوله. هضيف بقى كميه العجين وهعجنه كويس جدا جدا لغايه اما معالم البيض تختفي معايا خالص، وتبقى عجينه معايا الى حد ما متماسكه بالشكل ده. شايفين؟ انا مش عارفه اصلا ارفعها بالاسباتيولا من كتر ما هي سميكه شويه. عندي بقى التب ده اللي انا هستخدمه، تب بلح الشام،
وكمان الكيس بتاع الحلواني ده ضروري القماش، البلاستيك مش هينفع خالص خالص، لازم القماش. عندي هنا بقى فوق او في طاسة على النار حطيت كمية غزيرة من الزيت، وهضغط كده بايدي والمقص هبله كده في الزيت وهقص بيه على طول. معلش الاول انا ما كنتش واخده بالي ان هي مش ظاهره معاكم. اهو بضغط كويس جدا وبقص من المقص بتاعي الحجم اللي انت حباه، عايزه تعملي ميني، عايزه تعملي كبير، الحجم اللي انت حباه اعملي بيه. عايزه تعمليه رفيع استخدمي تب اصغر من ده، انا التب بتاعي كبير شويه فمطلعه زي بتاع بره بالظبط نفس الحجم. طبعا الزيت كان بارد تماما، ما كنتش شغلت النار اصلا. هبتدي اشغل النار بقى واعلي لغايه ما الزيت يسخن معايا، وبعدين هخليه على نار متوسطه لغايه ما يبتدي يطفو معايا على الزيت كده ولونه يغير بالشكل ده. اول ما بلاقي ان لونه غير من تحت كده وبيض شويه بقلبه على طول، ما بقلبوش اطلاقا وهو عجين عشان ما فتحوش مني وبوظ شكله والدنيا دي كلها. ما بحطش ايدي فيه غير لما يطفو على الزيت من فوق كده ويبقى قايم على وش الزيت ولونه بيض، ببتدي اقلبه بس مش اكتر. بالشكل اللي قدامكم ده بياخد وقت شويه في الزيت، بس ده ضروري جدا يكون على نار متوسطه ويكون الزيت بارد تماما وانتي بتحطي فيه عشان يطلع معاكي مستوي من جوه ما يطلعش معاكي عجين. باللون التحفه القمر الخرافه ده، والله الكاميرا ظالمه لونه جدا. شايفين شكله مقرمش جدا جدا، شايفين ما شاء الله اللهم بارك. لما بقرب للكاميرا لونه بيظهر شويه. عندي هنا الشربات بقى بعد ما برد، لازم الشربات يكون تقيل يا جماعه، ما يبقاش خفيف عشان ما يطرش منك. السكر بيبقى ضعف الميه زي ما احنا عملناه في اول الفيديو. شايفين شكله لونه فظيع. لما اجي اعمل المرحله التانية بكون طفيت على الطاسه وببتدي بعدها ب5 دقايق كده، يعني بصوا هنا كان الزيت هدي شويه وببتدي اقطع بنفس الطريقه. هنا انا ايدي وجعتني فبقيت اضغط على العجينه تنزل وبعد كده اقص بالمقص زي ما واضح قدامكم. شايفين انا بركن المقص واضغط على العجينه بايدي الاتنين واعمل بالمقص. طريقته سهله جدا وبسيطه جدا، بس ضروري للاسف لازم يكون معاكي كيس بلح الشام اللي هو القماش ده عشان يستحمل معاكي، عشان العجينه بتبقى ناشفه. شايفين شكله تحفه تحفه تحفه، لمعته فظيعه ومقرمش والله احلى من مليون محل. دي الكميه اللي انا كنت حطيتها في الزيت تاني. زي ما قلت لكم ممكن تعملوا بلح الشام اللي هو بوبس اللي هو صغير جدا، ممكن تعملوه ميني، ممكن تعملوه كبير زي ما انا عاملاه، اللي انتوا حابينه اعملوه. بس والله هتوفروا جدا جدا من بره، طعمه احلى كتير من بره كمان، وولادك مش هيصدقوا ان انت اللي عاملاه. اعمليه في عزوماتك وشرفي نفسك قدام ضيوفك وهتدعيلي. اول ما لونه بيغير ببتدي برضو اقلب بنفس الشكل كده على نار متوسطة، مش نار عالية خالص عشان يستوي معاكي من جوه ما يبقاش عجين من جوه. باللون القمر ده شايفين النقشة بتاعته ثابتة ما اتغيرتش، ما نفش ما فتحش ولا اي حاجة، وطلع معانا بالجمال ده. زي ما قلت لكم دي كانت نص الكمية او ازيد من نصها بحاجة بسيطة، فلو انت حابة تعملي نص المقدار اللي انا قلتلك عليه اعمليه. شكله قمر وطعمه قمرين، ده بجد في القلب. بس بالله عليكي لو وصلتي هنا من الفيديو ما تنسيش تحطي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل فيديو جديد بقدمه، وما تنسيش تعلقي بكومنت حلو منك ودعوة حلوة من قلبك ولك بالمثل ان شاء الله. محتاجة تشجيعكم ليا جدا جدا، محتاجة ان دي تكون باب رزق ليا على ايديكم وبيكم، بحبكم جدا جدا في الله. فبالله عليكم ما تبخلوش عليا بلايك وكومنت حلو منكم واشتراك في القناة، وما تبخلوش عليا في الايام المفترجة دي ان انتوا تدعوا لي دعوة حلوة من قلبكم ولكم بالمثل ان شاء الله. البلح الشام بتاعنا قمر تحفة جدا، هش جدا من جوه ومفرغ كده وشارب الشربات، وطري من بره مقربش واخد وش كريسبي كده، فهيعجبكم جدا زي بتاع بره لعشاق بلح الشام. جربوه على ضمانتي وهتدعولي، واللي جرب يقول لي ايه رأيه في الكومنتات. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.